السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم أميرة في المطبخ. يا صباح الجمال والفل والسعادة والسرور، يا رب اجعل أيامنا كلها سعيدة علينا وعلى المصريين كلهم يا رب، اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. اجعل أيامنا كلها أعياد وفرح وهنا يا رب. احنا صحينا من شوية، فطرنا وكده. انا بصراحة ما كنتش عارفة اعمل اكل ايه النهاردة. كان عندي كيس ممبار من العيد في الفريزر، طلعته فكه كده. وده كيس مفروم كان عندي في الفريزر بردك، ده كيلو مفروم. انا مقطعه له هنا كميه بصل وغسله كميه فلفل. الفلفل ده ابني جابه الصبح يعني من السوق وكده. هو فلفل شطه بارد، بس فلاحي طعمه حلو بصراحه. هنا انا هغسل معاكم الممبار ده بملح وخل وكده، والبصل والفلفل دول انا هقطعهم. هنا انا قطعتهم اهو. كيلو مفروم، فانا مقطعه له كميه بصل وفلفل. انا حطيت هنا ماده دهنيه هحط عليها البصل والفلفل. انا مقطعه كميه طبعا لان ده كيلو مفروم، بحيث ان انا باخد ما بعصجه. باخد نصه وبسيب النص التاني. مثلا لو عملت صينيه مكرونه بشاميل، عملت صينيه رقاق، عملت صينيه جلاش، باخد نص واسيب النص التاني احطه في الفريزر او اعرف في التلاجة. طالما هو متعصج ما بيبص وكده. ولو حطاه في الفريزر حتى لو قعد شهر ما بيجرالوش حاجه، بتطلعيه تسخنيه كانك لسه معصجاه دلوقتي حالا. هنا اهو انا بدبل البصل مع الفلفل زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما ينفعش ان انا اعمل جزء من اللحمه المفرومه اعصجها واسيب الجزء التاني، لا لازم بعصجها كلها مره واحده، لان غلط طبعا ان هي تفك وارجع احطها تاني في الفريزر وكده. لا، اعصجها مره واحده واقوم عيناها حتى بعد ما تتعصج. لو حطيتها في الفريزر مفيش مشكله. هنا اهو انا حطيت المفروم. هنا الممبار اهو انا كنت غسلاه بملح وخل، غسلته كويس. والخضره هي انا غسلتها شطفتها كذا مره ونقعتها في ميه واحط عليها حبه خل. انا بصراحه من نوع الموسوس في الاكل وكده وفي النظافه بالذات، فربنا يسترها يا رب. وكده احنا مش ضامنين اللي بيجيب لنا الحاجات دي، الاكل ده بيبقى غسل ايده ولا ايه؟ يعني بتبقى الايدين فيها ميكروبات وبكتيريا، احنا منبقاش شايفينها، فلازم بعيد على الحاجة مرة واتنين وتلاتة. هنا اهو انا حطيت اللحمة على البصل والفلفل، نزلت عليها بمعلقة ملح ونص معلقة فلفل او ربع معلقة فلفل اسمر، وكزبرة ناشفة، معلقة كزبرة ناشفة، ونص معلقة جوز الطيب. جوز الطيب بتدي اللحمة طبعا نكهة كده، بتشيل الزفارة منها، بتخلي طعمها حلو، سواء في صينية اللازانيا او في المكرونة البشاميل او في الجلاش او الرقاق. هنا انا عصقت اللحمه معاكم. هنا بوريكم اهو اتشربت الميه. طبعا بعد ما تشرب الميه لازم بديها تشويحه كده على البوتاجاز. هنا اهو كانت اتعصجت معايا. هنا دي صلصه انا كنت مصلصاها وحطاها في الفريزر قبل العيد وكده، بحيث ان انا طبعا اطلع على طول واعمل المحشي اللي انا عايزاه او اعمل الطبخه اللي انا عايزاها. هنا كنت قطعت الخضره وغسلتها، والطماطم اهي جاهزه فكت معايا، والبصل ده هبشره للممبار. هنا هو انا جبت المبشره وهبشر معاكم البصل. طبعا الجو حر قوي يعني بطريقه صعبه، ربنا يعين الامهات يا رب ويعين الستات يا رب على حالها. بصراحه يعني انا مطبخي صغير وضيق وكده، انا فاتحه الشفاط وفاتحه الشباك، فالجو كان حر بطريقه صعبه. فربنا يعني يجعله في ميزان حسناتنا يا رب، بس لازم هنعمل عشان الاطفال وكده، فربنا يقوينا على خدمتهم يا رب، اللهم امين. هنا انا بشرت البصل، حطيت عليه معلقه ملح صغيره. هنا جبت البهارات، فلفل وملح، فلفل وكزبره وفلفل اسمر وكزبره ناشفه وكمون وكركم.
انا بحب على خلطة المحشي الكركم بصراحة، يعني ما تستغربوش، هو مش بيبان في الاكل، ده بالعكس بيدي الاكل طعمه حلو. هنا اهو انا بحط البهارات. انا عايزاكم حبايبي يعني يا ريت تعملوا لي متابعه واشتراك ولايك وكده، لان انا بتعب في القناه دي جامد بجد، انا مش بلاقي تقدير من حد يعني وكده، فياريت اللي يخش يتفرج وكده ويستفيد ان هو يعمل لي لايك واشتراك في القناه. هنا هو انا كنت غاسله، انا دعكت البصل بايدي وكده مع البهارات، نزلت عليهم بالرز، انا كنت غاسله الرز وكده ومشطفاه مصفياه من الميه. هنا اهي الصلصه اللي انا كنت مصلصاها هنزل بيها على الرز. هنا الخضره هنا انا كنت غسلاها ومقطعاها. طبعا احنا زي ما اتفقنا احنا لازم نفضي الاطباق حلو كويس، ما نسيبش فيها حاجه وكده، لازم نحافظ على النعمه علشان ربنا يحافظ علينا وكده، وما يزولش النعمه من وشنا، فربنا يديم علينا النعمة يا رب، اللهم امين، واحفظها من الزوال. هنا انا بحشي معاكم الممبار، بصراحة انا تعبت من الوقفة في المطبخ وكده، الجو صعب، انا فرشت هنا ملاية عشان ما بهدلش الحتة، وقعدت في الصالة قعدت احشي. هنا وانا بوريكم بحشي الممبار ازاي. ده بصراحة ممبار عجالي كان سهل معايا في الحشو وكده، انما بقى اللي هو بتاع الخرفان والجديان وكده ده اللي بيبقى صعب، لان طبعا بيبقى ضيق صغير وكده، فما بيبقى صعب في الحشو. هنا ده العجالي، فكان الحمد لله سهل معايا وكده، خلصته بسرعة يعني. هنا انا بوريك اهو، انا حشيت اهو اول واحدة، هعمل معاكم التانية. طبعا انا بوريكم خطوة بخطوة عشان العرايس الجداد وكده يعني يتعلموا ويستفيدوا، فياريت ما تبخلوش عليا بالاشتراك والمتابعة. واللي عايز اي حاجة يكتبها في التعليقات هجاوب عليه وكده، اللي عايز طريقة اكل هعرفه بتتعمل ازاي، اللي يطلب اكل مثلا ان انا اعمله له يطلب، وانا تحت امركم يعني، واللي عايز حاجة انا هعملها قدامكم وكده. ويا ربنا يجعلنا سبب ان احنا نفيد الناس ونستفيد منهم يا رب، اللهم امين. هنا هو انا بحشي الممبار، دي تاني واحدة اهي. بصراحة الجو ده صعب قوي قوي يعني، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وكده، كل يوم نصحى من النوم هنعمل ايه في الجو ده وبنبقى محتارين. هنا خلصت حشيت الممبار معاكم، هنا كنت مولعة على المية تغلي بتاعة الممبار، كنت هنا مقشرة بصلاية ومقطعاها، وطماطم بردك نفس الكلام. هنا انا اهو المية هوريها لكم بتغلي اهي، هنزل عليها بالبصل والطماطم والبهارات قبل ما احط الممبار. هنا اهو البصل والطماطم، هنا معلقة ملح صغيرة. طبعا هي الحلة دي كبيرة، بس انتوا عشان بس الكاميرا وكده بتاعة الموبايل فمبيناها ان هي صغيرة، بس هي الحلة ما شاء الله، لان طبعا الممبار بيفرش معاه، فلازم اكون حاطاه في حلة يكون مرتاح فيها يعني وكده، بدل ما كل شوية اقعد اغير في الحلة. هنا اهو نزلت بالفلفل الاسمر والملح. هنا انا بحط الممبار، بس انا بصراحة بعد ما حطيت الممبار حطيت بردك كزبرة وكمون في المية، بحيث ان هي تشيل الزفارة، ما يبقاش في زفارة يعني وكده.
انا امبارح كنت عامله لهم كشري، طبعا فضلوا يبرطموا ويقولوا انت ما بتعمليش اكل. اليوم اللي ما بنعملش فيه اكل او بنسلك فيه الرجاله بتقعد تقول طبعا انت بتتعبي في ايه، هو انت بتعملي ايه وكده. وحتى الاولاد بيقولوا برضك احنا ما كناش، احنا مش عاجبنا الاكل. بيقعدوا يبرطموا على كل حاجه، فربنا يهديهم يا رب ويعيننا عليهم يا رب، اللهم امين، وجعله في ميزان حسناتنا. هنا هو انا بنزل بالمنبار. انا يا حبايبي عايزاكم تدعوا لابني يا رب، وابناء يعني مصر كلهم، ان هم ربنا ينجحهم يا رب. كل طلاب الثانويه العامه ربنا معاهم يا رب، وينجحهم باعلى المجاميع يا رب، اللهم امين. اكبر بخاطر اهاليهم يا رب، اللهم امين. وكده انا نزلت اهو بالفلفل، بقرن الفلفل ده عشان يشيل الزفاره. هنا خلاص انا حطيت الممبار والتوابل وكل حاجه. هنا اهو بوريهولكوا بعد ما حطيته في الميه. هو اهو انا لسه حطاه، هسيبه يغلي ويستوي براحته. هنا اهو كان استوى معايا. هنا اهو انا بوريهولكوا بعد ما استوى. طبعا انا ما بحمرش في زيت انا في الحر ده وكده، لانه بيبقى تقيل وصعب الهضم. فانا بجيب صينيه كبيره عندي، بدهن بقى الممبار الوش وكده بالزيت، واقوم مدخلاه تحت الشوايه ياخد الوش، اقوم قلبها على الناحيه التانية. نفس النظام، ادهن الماده الدهنيه واقوم حاطاه تحت الشوايه، وبعد ما ياخد الوش بطفي عليه وكده واقدمه في الطبق. هنا انا بفضيه في الصينيه اهو. هدهنه بالمادة الدهنية. ربنا يا رب ينجح اولادنا يا رب. انا نفسي كلكم تدعوا كده ل... للاولاد وكده، ان ربنا ينجحهم، بالذات بتوع الثانويه العامه لما بيكونوا ولاد بصراحه مش في دماغهم تعليم ولا مذاكره، فربنا معاهم ويعيننا عليهم يا رب، وارزقنا برزقهم يا رب، اللهم امين. هنا انا دهنت وش الممبار كله بالزيت. هنا انا خلصت الممبار دخلته الفرن وكده. هنا اللحمه اللي معصجاها اهي، الكيلو المفروم اللي انا عصقته معاكم. انا جايبه نص كيلو جلاش وكده وهنا ماده دهنيه، دول معلقتين سمنه بلدي على معلقتين زيت ذره وكده. هدهن الصينيه، انا جايبه صينيه قالب كبيره، هدهنها بالماده الدهنيه اللي انا جايباها. طبعا انا مقلباهم في بعض الاتنين. هدهن الصينيه كويس بحيث ان هو ما يطلعش حته محروقه وحته كده يعني. زي ما انتوا شايفين. انا طبعا بحط ورقتين جلاش وبرجع احط المادة الدهنية وكده، وارجع احط ورقتين جلاش وارجع ادهن المادة الدهنية كذلك لغاية ما بعمل اخلص الصينية كلها. هنا هو انا بعمل معاكم، انا بعمل خطوة بخطوة علشان طبعا لو في بنوتة نفسها تتعلم تساعد مامتها كده، يعني لو في عروسة جديدة عايزة تتعلم الجلاش بيتعمل ازاي، عايزة تتعلم اي طبخة. وزي ما قلت لكم حبايبي، اي حد هيطلب مني اي حاجة انا مش هبخل عليه بمعلومة، مش هبخل عليه باكلة باي حاجة يعني. فربنا يقدرني ويعني على خدمة الناس يا رب، اللهم امين. هنا اهو زي ما انتوا شايفين، انا بعمل الحرف عشان ما يتحرقش معايا او ينشف.
انا يعني بحاول ان انا انزل الجناب بتاعه الجلاش وكده، اتنيها عشان يبقى كله طري وحلو. انا لازم بدهن كويس. حبايبي اللي له تعليق في اي حاجه يكتب لي في التعليقات وكده، اي ملاحظه يكتبها، ولو انا عملت يعني اي حاجه طريقه غلط، عملت اي حاجه غلط وكده في الفيديو، يا ريت تعرفوني وكده، وانا احاول اغير من نفسي او اعدل، يعني المره الجايه اعدل من اللي انا بعمله باذن الله. مش عيب طبعا ان البني ادم مثلا يغلط ويتعلم الغلط ويحاول يعدل من نفسه في اي حاجة، في طبخه، في لبسه، في طريقته، في اسلوبه، في كل حاجة. لازم برضك ان احنا نسمع نصيحة الاخرين وناخد بمشورتهم برضك. هنا اهو انا حطيت رقين جلاش وبدهن بعد الرقين، وارجع احط اتنين. يا ريت اللي عنده طريقة اكل بردك حلوة وكده يكتبها لي في التعليقات، لان انا بجد يعني الجو ده مش مشجعني ان انا اعمل اكل وكده، بس لازم هعمل، لان طبعا يعني زي ما انتوا عارفين طبعا ابني في امتحان، ولازم بعمل اكل وكده لانه بيتعب بردك بيذاكر الكلام ده، فلازم بردك ان احنا نعمل اكل يكون كويس ليهم وكده. هنا اهو انا حطيت وبدهن اهو. فياريت اللي يعرف طريقة اكل وكده، او يقول نعمل بكرة ايه او في بعده او كده يعني. هنا اهو انا بدهن المادة الدهنية، هرجع احط بردك ورقتين جلاش. هنا اهو انا بعد ما حطيت الجزء الاولاني هنزل عليهم باللحمة اللي انا معصجاها. طبعا انا مش هحط اللحمة دي كلها، هيبقى حرام عليا بصراحة، لان ده كيلو مفروم. انا هاخد نصه وهعين النص التاني اعمل صينية مكرونة بيه، هعمل صينية جلاش بيه، اعمل صينية رقاق بيه كده يعني. هنا انا هفرد اللحمة معاكم كويس جدا. انا طبعا يا حبايبي انا بجد بجد يعني انا بتعب في الفيديوهات دي جامد، فياريت الاقي منكم نتيجة برضك، نتيجة تعبي طبعا. يا ريت يعني تعملوا لي متابعة وتعملوا لايك وكده واشتراك في القناة، لان بجد انا بتعب بجد جامد في القناة، وانا مش بلاقي تقدير من ناس كتير في القناة بصراحة. في قنوات صغيرة بتتعب وكده وطبعا اليوتيوب ما بينصفهاش، وبالعكس في قنوات كبيرة او في قنوات بردك صغيرة ما بتتعبش وكده وسبحان الله ما اعرفش بقى، هي يعني هي دي حظوظ ولا هي سبحان الله يعني ارزاق ولا ايه. هنا حطيت رقين جلاش، هرجع ادهن بمادة دهنية وهكرر برضك نفس النظام. هنا هو انا بفرد معاكم.
هنا انا خلصت. هنا انا جايبه طبق ده فيه كوبايه لبن اللي كان فيه الماده الدهنيه، حطيت فيه كوبايه لبن. هنا دول بيضتين معايا هكسرهم في اللبن وكده، هنزل عليهم بملح وفلفل عشان يشيل الزفاره بتاعه البيض، واقلب البيض في اللبن كويس. ده الجلاش اهو انا بعد ما خلصته. طبعا انا لما باجي اعمل الجلاش لازم بقطعه وبعدين احط اللبن بالبيض بحيث ان هو يتشرب حلو، يبقى طري كده بين الطبقات. هنا الملح اهو، وهنزل عليه بالفلفل. تمام، هقلب اهو، هقلب كويس. انا بعمل معاكم كل حاجه خطوه بخطوه. انا بصراحه بحب الجلاش وهو مسقي بالشوربه احسن من اللبن بالبيض، وكده بيبقى يخليه طري كده، عامل زي كأنك بتاكلي فطير مش جلاش بصراحة. هنا هو انا اقطع في السكينة بالسكينة. هنا ما كنتش عارفة اتحكم بالصينية وكده لان الموبايل كان ورايا، كنت بصور وكده، فما كنتش عارفة ان انا اتحكم في الصينية بصراحة، كنت خايفة الجهاز يقع. هنا هو انا بقطع. هنا انا كنت قطعته وانزل عليه باللبن والبيض عشان يتشرب حلو ويبقى طري معايا، وهسيبه دقيقة كده او نص دقيقة لغاية ما يتشرب حلو، وهنحطه في الفرن بردك مكان الممبار. بس الفرق الممبار بحطه تحت الشواية وكده وبقلبه الوش التاني اول ما التاني يحمر، انما الجلاش هولع فوق وتحت. انا مني واحدة، انا الفرن عندي بيولع فوق وتحت الحمد لله. هنا هو دخل الجلاش الفرن. هنا كنت طلعت الممبار هوريهولك اهو. اهو الممبار بعد ما طلع معايا ده لونه بقى احمر وجميل اهو. طبعا عايزه تقدميه تحطي خضره على الوش، تحطي خضره في الارضيه كده، يعني عادي زي حسب ما انت بتحبي. انا كنت خلصت الاكل هنا اهو يا حبايبي، اتفضلوا معانا، ربنا يجعلها لقمه هنيه علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. ده الجلاش بعد ما خلص، والممبار اهو، وده طبق سلطة. طبعا جسمنا محتاج السلطة دي في الحر بصراحة، يعني الجو صعب، ربنا يرحمه. وارجو الاشتراك واللايك والمتابعة في قناتي يا حبايبي. هنا اهو احنا حطينا الاكل وكده، اتفضلوا معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.